من أجمل الأكلات اللي قريبة جدًا من قلوب الجميع الأكلة الجميلة دي، وطبعًا الأيام دي بصراحة أحلى محشي تعمل إيه، هو المحشي ده، المحشي البتنجان الملون ده فعلًا من أجمل الأكلات اللي فعلًا يعني ما نقدرش نستغنى عنها خالص. المحشي هنعمله بطريقة جميلة جدًا وطريقة سهلة وبسيطة، مش محتاج فيلسوف في الطبيخ ولا حاجة، يعني أي واحدة تدخل المطبخ بس كده تشوف الفيديو بتاعنا. أسهل طريقة لعمل المحشي هنعملها النهارده، أحلى محشي هتاكليه بالطريقة اللي هنعملها النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايب قلبي في قناة حياة توفير مع اسماء محمد. إن شاء الله هنعمل أكل النهارده عبارة عن محشي وبط، هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة، يعني لأي مبتدئة هتدخل المطبخ هتعمله. يعني أحلى محشي هنعمله مع بعض النهارده. زي ما احنا شايفين كان الغدا بتاعنا النهارده كان هو عبارة عن محشي بتنجان ومحشي فلفل، وكمان بطاية جميلة كده تفتح النفس على صينية المحشي الجميلة دي. هنعمل المحشي بتاعنا بطريقة سهلة وبسيطة خالص النهاردة. يعني هقول لكم على كل حاجة احنا شغالين كده في الفيديو، لان فعلا يعني انا مش عارفة اصور فيديوهات في الايام دي، بس ان شاء الله هحاول اعمل لكم فيديوهات طويلة واقول لكم على كل حاجة بتفاصيلها. بس اكيد طبعا ان شاء الله في الفيديو ده برضو هنشرح كل حاجة. زي ما احنا شايفين دي الصلصة بتاعت المحشي. الصلصة بتاعتي يا حبايبي هي عبارة عن طماطم وبصل. بس انا طبعا المحشي ده بحاول ان انا اعمله، مش بحب يعني مثلا ان انا يعني اقلل بصل ولا حمر ولا الكلام ده كله. طبعا انا بحط الطماطم على النار في شوية زيت كده او سمنة زي ما بتستخدمي، وبعد كده طبعا ببدأ ان انا اسوي الطماطم شوية كده، يعني ان هي قبل ما تنشف خالص يعني ما تخليهاش تنشف منك. وبعد كده طبعا بكون مقطعة البصل او عاملاه في الكبة، وبعدين احطه على الطماطم، بياخد شوية كده بس حوالي يعني 3 4 دقايق 5 دقايق بالكتير، غلوة كده بسيطة. وبعد كده طبعا ببدأ ان انا انزل بباقي الخلطة بتاعة المحشي اللي هي الخضرة والرز والتوابل بتاعتي. التوابل اللي هي عبارة عن ملح وفلفل اسود وشوية كمون صغيرين خالص، مش بكتر كمون يا حبايبي، يعني انا بحب الكمون يكون اقل من الفلفل الاسود، بيبقى المحشي بتاعك طعمه جميل جدا. وبعدين كمان بالمناسبة الطريقة اللي انا بعمل بيها دي طريقة سهلة وبسيطة، وكمان فعلا بالنسبة لطعم المحشي وريحته بجد والله حاجة جميلة جدا. لو جربتوه بنفس الطريقة هيعجبكم جدا جدا. جربوه بس بنفس الطريقة اللي انا بشرحها لكم، وانا عاملة المحشي يعني اكتر من مرة في القناة. فادخلوا شوفوا الفيديوهات، القناة بتاعتنا مليانة فيديوهات هتعجبكم جدا جدا، وهتستفادوا منها كمان لان فيها فيديوهات يعني كلها يعني توفير، عبارة عن توفير بالنسبة للفيديوهات بتاعتنا. يعني عاملين اكلات كتير في القناة بتاعتنا موفرة جدا، ممكن تعملي اكلة كاملة لاكتر من 9 و10 افراد بصدر بس من الفرخة، او باقل من نص كيلو لحمة. كل الحاجات دي احنا عاملينها في القناة، وكمان عاملين تفريزات وعاملين اكلات كتير. الاكلات دي كلها كده يعني دايما احنا معتمدين على ايه، ان كل الطرق اللي احنا بنعمل بيها طرق اقتصادية خالص وموفرة لأي ست بيت. يعني القناة بتاعتنا يعني هي مفيدة جدا لكل أي ست بيت تحب تشوفها، يعني هتستفاد منها. ادخلوا بس شوفوا القناة هتعجبكم جدا، وبعدين انتوا اللي هترجعوا تقولوا لي رأيكم. شوفوا بس فيديوهاتنا تستفادوا منها جدا وهتفرحوا فعلا، لان بنعمل طرق كتير يعني موفرة واقتصادية لأي ست بيت. طبعا هنرجع بقى للفيديو بتاعنا حبايبي. طبعا زي ما احنا شايفين انا طبعا بعد ما بدأت ان انا يعني حشيت البتنجان والفلفل، بدأت ان انا ارصه في الحلة كده زي ما احنا شايفين. طبعا المحشي بتاعي يعني كان ممكن يحتاج حلة كمان، بس بصراحة انا يعني بحب ارص المحشي حتى كده لو هو فوق بعضه. يعني بعمل دور تحت كده بالبتنجان والفلفل، واكمل الدور التاني على وش البتنجان كده زي ما احنا شايفين. بدل ما نعمل حلتين يعني بيبقوا حلة واحدة ما شاء الله. احلى حلة محشي هتعمليها، المهم بس ان انتي تزودي المحشي بطريقة صح وكمان تسويه بطريقة صح، هيفضل معاكي كأنه هو دور واحد في الحلة، يعني هيفضل زي ما هو ومش هيوقع الرز اللي فيه. حاولي بس كده وانت بتحط الشوربه او بتزودي المحشي بالشوربه ما توقعيش الرز اللي بيبقى في المحشي علشان ما يعجنش في ارضيه الحله. يفضل كده معاكي المحشيه كده تحسيها ان هي نظيفه وطالعه كده بتلمع زي ما هي. طبعا زي ما انتم شايفين هنزود المحشي زي ما احنا شايفين كده. وهيستوى كله الدور الاول زي الدور التاني، ما تقلقيش منه خالص ما شاء الله. احلى محشي هتعمليه
زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي. طبعا المحشي بتاعي انا سويته يعني على نار حامية كده في الاول، اخد يعني معايا حوالي 10 دقايق كده يعني بيغلي، وبعد كده طبعا بدأت ان انا هديت له نص يعني في المتوسط كده، وبعد كده في الاخر هديت له خالص. بيطلع معاكي زي الزبدة زي ما احنا شايفين. فعلا احلى محشي هتعمل ايه، بس اهم حاجة طريقة التسبيكة بتاعتك او الخلطة بتاعت المحشي هتعمليها بنفس الطريقة، بجد هيعجبكم جدا جدا. كده يا حبايبي الفيديو بتاعنا كان هو ده الغدا بتاعنا النهاردة. ما تنسونيش بقى وتخرجوا من الفيديو من غير ما تعملوا لايك وتشتركوا في القناة يا حبايبي، وكمان ولو تعليق صغير بجد بفرح بكم جدا وبتعليقاتكم، يعني حتى لو هتصلوا على سيدنا محمد حتى عليه الصلاة والسلام